في ذات الملف، لا يزال سكان بعض العمارات بولاية وهران متخوفين بسبب مطالبة الأقدام السوداء لإخلاء منازلهم. تفاصيل أكثر مع شيماء زيزوي أقول وسارة فرندي. 54 سنة مرت على الاستقلال، إلا أن تبعات الاستعمار لا زالت تلقي بظلالها على الجزائريين. في عمارات الكمين ونهج الصومان بوهران يطرد الجزائريون بأحكام قضائية من عمارات تعود ملكيتها للأقدام السوداء. جدودي كانوا يخلصوا الكريا على هذا السيد من هذاك الوقت اللي يسود الواي هما لا الجداد المات الله يرحمهم ويسع عليهم، ومن بعد جاو الامهات تاعنا والاباء تاعنا ولينا نخلصوا الكرا على هادو الناس. من بعد كبار كي ولاو يموتوا هذا الانسان ولا يقول لنا اللي تموت تما يعطينا مفاتيح تاع الدار، يجي الان يطردونا بديارنا. عيشوا حنا وليداتنا وكاع الزوارين ان شاء الله شحال من عام رانا في رحبه. علاه يديروا لنا هكا؟ علاه؟ كيف ولاد الشهداء ولاد المجاهدين ينقاسوا ولاد الحركه يبانوا؟ احنا هذه اللي رانا باغيينها، باغيين حقنا. يجد قاطنو العمارات أنفسهم في الشارع بعد بيع الأقدام السوداء ممتلكاتهم للجزائريين، تسوية ملكيتهم بعد مطالبة هؤلاء بإخلاء ممتلكاتهم. دروك هاد الناس هادو اللي راهم يقولوا باللي هاد الملكيه تاع جدنا منا ومنا، سيدي الملكيه تاع جدك مات في 63، كيفاش تبعد انت وعنده 50 عام حتى كي رحنا حنا نديروا تسويه وضعيه تروح تقول الملكيه تاع جدك. كاين صوالح اللي انورمال والوثائق تاعه خدموهم له في فتره روكور، ما كانش اللي بالك في العالم كاع ما كانش اللي يخدموا له وراقي في مده كيما هذه.